السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم مع بعضنا مش نصنعوا خبزة جاتو جو شوكولا نوازيت بفريوة ونوازيت. أول حاجة مش نبداو نعملوا الكريمة خاطر تحب لها وقت باش تبرد. خذيت زوز شكا أكياس متاع هيك مستحضر الكريمة بطعمة النوازيت، زدتها 4 مغارف سكر. أنا منحبهاش حلوة، تنجم تعمل حتى ل8 مغارف سكر، وتخلط مليح وتطيبها على الغاز. ومن بعد تغطيها بفيلم كونتاكت ولا بلاستيك وتحطها حتى شي تبرد. توا نمشيو للجينواز. خذيت 4 عظمات، قسمت الأصفر وحده والأبيض وحده. شديت الأبيض زدته شوية شوية ملح، وزدته 4 مغارف سكر، وقعدت نركض. أنا منحبهاش حلوة برشا. هي القاعدة تقول كل عظمة عليها 30 جرام سكر، 30 جرام فارينة. أنا نعمل جوست مغرفة كهو. به تويكا باش نبدا نصب الأصفر بالكعبة بالكعبة، ونقعد نركض لين الخليط متاعي يبيض كيف ما هكا لونه يولي أبيض. أنا باش نضمن إنه خبزة الجاتو متاعي ولا الجينواز متاعي تطلع، نزيد باكو خميرة مرطبات. باهي تويكا باش نزيدها 120 جرام فارينة، ونقعد نركض. نزيدها بشوية بشوية ونقعد نركض. باهي تو كيما نشوفوا هكايا الفارينة جانست. تو باش نحلها على زوز طبقة وندخلها الفور 180 درجة مسخون من الأول لمدة 10 دقائق بالضبط. تو هيك الكريمة خذيتها وقعدت نركض فيها، ومن بعديك زدتها باكو كريم شانتيي ومعها مغرفة حليب. هذيك تسمى كريم دبلومات. تو هيك الجنواز نتاعي باش نقصها دي سيركل، بالسيركل متاعي نقصها دوائر، وباش نبدا نشكل خبز الجاتو متاعي. بالنسبه ليا الكوش الوطانيه والكوش الفوقانيه لازم تكون كامله. الكوشات اللي في الوسط ينجموا يكونوا قديمات قديمات، ما يقلقش معناتها. به خذيت تويكا هذه الكوش اللوطانيه. توا باش نعمل جناش شوكولا متاعي. الجناش شوكولا انا خذيت 100 مليلتر حليب، عليهم 200 جرام شوكولاته ومغرفه زيت، وخليتهم يذوبوا حتى يكشي ولا ذيب كومبليتمون. باهي هذيا أستوس باش تنجم تعمل الجناش. ومن بعديك فتفت عليها 6 تقريبا كعبات جوفرات باش يعطي هيك تقرميشة في وسط الجناش متاعنا. باهي وبعديك باش نرجع نسويهم بالمغرفة باش يدخل في وسط الشوكولاتة ويعطي معناتها بشكل متجانس، يعني ما يقعدش جزء كان شي في الوسط، لا يقعد بشكل متجانس، والشوكولاتة تويكا تدخل فيه. باهي توا من بعد المرحلة اللي بعدها باش نحطوه لين يبرد في الفريجيدير. باش نحطوه في الفريجيدير لين يبرد، ومن بعديك باش نستعملو هذيك البوش ومعها الادوية هذيك، ونحطو فيها الكريمة اللي سبق وركضناها اللي هي بطعمة النوازات. ومن بعديك باش نحط فيها ماء شوية نوازات باش كونكاسي باش تعطي هيك طعمة القرميشة في الخبزة. تو ميسالش كيما تشوفوا عملت القدامي هكايا معناها مقصوصين، وسقيتهم بالماء. بالطبيعة ديما لي جينواز الكل نسقيهم بشوية ماء وسكر، والا انا نعمل ماء صافي باش تجيني اقل سكريات، والا حليب كيما تحبوا. اما الحليب تولي ما تصبرش برشا. دونك من بعد عملت تويكا كيف كيف الكريمة، كوش كريمة، وفي مع كل كوش في كريمة نرمي شوية نوازات كونكاسي. توا مرة أخرى باش نعاود نحط الجينواز، ونعاود نحط فوقها الكريمة، ونسقيها بالماء بالطبيعة والا ماء وسكر، ونعمل هيك هيك البفريوة المهروشة. من بعد كده اخر كوش هذيا رميت فوقها شوية من الكريمة، وباش ندخلوه للفريجيدير لمدة 4 ساعات. بعد ما خرجناها من الفريجيدير ونحينا الكونجيلاتور، ومن بعد نحينا هيك السيركل، وبعديك خذيت هيك الجناش سريته من جديد، وبديت نعمل هكا سرسوبات في الجناب، وبعد صبيت من فوق الجناج متاعي واستويته. انا ما عنديش آلة تستوي، دونك استعملت الموسى. تويكا باش نبدأ نزين بنورات بالكريمة، ومن بعديك زينتها عفوا بالبوفريوة، خاطر هي جو شوكولا نوازيت. ان شاء الله تعجبكم الوصفة، وان شاء الله تجربوها.